أي حد تاني غير كده اقطع، ارمي، لإنه أصلًا هو منّه لنفسه بمجرد إنه هيلاقي لك بديل هيكرشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. جالي تعليق من اخويا مصطفى على اليوتيوب بيقول: المشكلة ان ناس كتير عايزة مصلحتها وبس، تاخد منك وبس. ان شاء الله كل مشكلة وليها حل، الموضوع بسيط يعني. ال- اللي انا فاهمه من سؤالك ان انت عايز تقول لي نعمل ايه مع الناس دي، الناس اللي هي دايما بتاخد ما بتديش. الناس دي احنا نقدر نقول عليها ان دول مصاصين دماء. دايما بيستنزفونا، اي حاجة ممكن يوصلوا لها من خلال علاقتنا بيهم عايزين يتحصلوا عليها، رغم ان هم ما عندهمش استعداد يقدموا اي حاجة لمصلحة العلاقة دي او عشان خاطر الشخص او الطرف التاني اللي موجود في العلاقة. طيب نعمل ايه مع الناس دي؟ قدامنا حل من اتنين: يا اما نقطعهم وده امر طبيعي، يا اما ما نقطعهمش، والاسباب وهقول لك عليها دلوقتي. يبقى الاولانيه والسهله ان انت تقطع علاقتك بيهم والموضوع ينتهي ويخلص. واصلا انت لو ما اخدتش خطوه ان انت تقطعهم، صدقني هم منهم لنفسهم بمجرد ان هم يحسوا ان انت ليك بديل هيأدي نفس الحاجه اللي انت بتعملها، هيستغنوا عنك والعلاقه دي اوتوماتيك هتنتهي. فانت اكراما لنفسك واكراما لكرامتك ولذاتك، انت منك لنفسك بادر بقطع العلاقه دي اللي ما فيهاش اي منفعه وما فيهاش اي مصلحه منها. طيب امتى ما نقطعش العلاقه دي؟ ونصيحتي ليك ان انت كمان تحاول انك تحافظ على العلاقه في حاله ان يكون الشخص اللي انت بتواجه معاه المشكله دي يكون حد من الارحام او من اقاربك، يعني اي حد ليه عندك حق، من القرايب، ابن خالتي، ابن عمتي، اخويا، صاحبي اللي دايما بيقف في ظهري في مشاكلي، اللي ليه عندي وجايب وليه عندي حاجات قديمة المفروض ان انا اسددها له. الناس دي الناس اللي ليها حقوق علينا، او الارحام، وانا بخص كلامي الارحام كتير قوي، لان الارحام هم اهم حد ما ينفعش ان احنا نقطع علاقتنا بيهم لمجرد ان هم بيقطعونا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه جاله شخص قال له: يا رسول الله، ليا قرايبي بوصلهم ما بيوصلونيش وبودهم ما بيودونيش، فهل أقطع علاقتي بيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معناه قال: ليس الواصل كالمكافئ. طيب معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان الله عز وجل بيتكفل بوصل الرحم. انا بصل الارحام، ده معناه ان انا بصل الله عز وجل. الله عز وجل في الحديث القدسي بيقول لصلة الرحم: الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. صلة الرحم حاجة مهمة جدا، ولو قعدنا نتكلم عن أهمية صلة الرحم مش هننتهي. ويعني أنا بتمنى من الله عز وجل إن هو يسامحني أنا شخصيا ويسامح أي حد زيي بالتقصير في موضوع صلة الأرحام. وأنا يعني أتمنى إن أي حد من قرايبي أو يعني الأرحام بتوعي أنا شخصيا، لو حد فيهم بيتفرج عليا دلوقتي، أتمنى إنه يسامحني لله. والله فعلا الدنيا صعبة والدنيا تلاهي. أنا أكيد الفيديو ده مش عشان خاطر كده، لكن اللي أنا عايز أقول إن حتى لو أنا قصرت ده مش معناه إن الناس دي ملهاش حق، لا، الناس دي ليها حقوق علينا، بس إحنا بنرجو من الله عز وجل إن الناس دي تسامحنا. طيب في حالة إن الناس بقى اللي هم الأقارب أو الأرحام دول ما بيسألوش علينا ما بيودوناش غير لمصلحتهم، نعمل معاهم إيه؟ نقطعهم؟ لا، ما نقطعهم. قولا واحدا ما تقطعهم، ما تضيعش على نفسك ثواب صلة الرحم. أنت اوصل واوصل لله. طيب هتيجي تقول لي: يا أحمد، كده الكلام اللي أنت بتقوله ده مخالف للقاعدة، ما هو أنا كده العلاقة دي ما فيش فيها أي مصلحة وأنا مش مستفيد حاجة، ورغم ذلك أنا اللي بحافظ كمان على العلاقة. أقول لك: لأ، المصلحة اللي قائمة ما بينك وما بين أرحامك أهدافها أو خلينا نقول إيه مكاسبها مش الحاجات المادية الملموسة دلوقتي، إنما هي
الأجر والثواب من الله عز وجل. إحنا قُلنا إن العلاقة بتستمر في حالة إن تكون الأهداف مشتركة أو تكون الأهداف على نفس الاتجاه، يعني العلاقة دي طول ما إحنا ماشيين فيها إحنا الاتنين كسبانين. طيب هو بيودّك عشان خاطر أنت بتقضي له مصلحة، إنما أنت بتوِدّه عشان تاخد أجر وثواب من الله عز وجل. لمّا هتركّز على الأجر والثواب ويبقى هدفك الأجر والثواب، أنت مش هتلتفت هو بيعمل إيه، هو بقى كلّمك، ما كلّمكش، سأل عليك، ما سألش عليك، وَدّك، ما وَدّكش، أنت مش شاغلك أي حاجة من الكلام دي. الكلام ده هو أنت مش شاغلك حاجة من الكلام ده، أنت كل هدفك هي علاقتك بالله عز وجل. في الحالة دي أنا باقول لك ما تقطعش، أنت المستفيد بالعلاقة دي، وعلى فكرة فايدتك أنت الأكبر، فايدتك أنت الباقية اللي ربنا عز وجل بيشهد عليها والملائكة بتشهد عليها، والله عز وجل هيكتب لك نصيب من الرحمة عشان خاطر أنت بتصل الأرحام. يبقى خلاص نقول تاني بسرعة، لو الناس اللي أنت بتسأل عليهم وعندهم المشكلة دي من أي حد غير الأرحام اقطع، ما فيهاش كلام. إنما لو أي حد من الناس دي اللي أنت بتتكلم عليهم من الأرحام ما تقطعش، وأنت المستفيد. طيب في استثناء يا أحمد لكلامك؟ أيوه في استثناء لكلامك. الاستثناء اللي من كلامك إن الأرحام هي اللي تقول لك امشي، هي اللي تقول لك اقطع ما تعرفناش تاني. يعني حصل خلاف وأنت فيه قدام ربنا عز وجل وقدام نفسك، أنت عارف إن أنت فيه على الحق وده وارد، خلاف لأي سبب من الأسباب، ولقيت الطرف التاني في العلاقة اللي هو من أرحامك قال لك امشي من حياتي، اطلع منها، وأنا مش عايز أشوف وشك تاني، لا عايز منك خير ولا عايز منك شر، وقال لك حقي عليك كابن خالتك ابن عمتك قريبك مش عايزه قدام ربنا، فخلاص كده العلاقة دي اقطعها، انهيها. هو ده الاستثناء الوحيد. طب هو ما جاش قال لك كده، العلاقة دي لازم تستمر وانت الكسبان فيها المكسب الكبير، ومصلحتك فيها هي ربنا عز وجل اكتر بكتير من المصلحة اللي هو بيحققها من وراك، عشان دي مصلحة مادية ملموسة دنيوية، بتاخد اجر وثواب المساعدة، تاخد اجر وثواب صلة الرحم، اجر وثواب لو فضلت اقول عليه مش هخلص، انت الكسبان. فلو من ارحامك ما تقطعش العلاقة، اي حد تاني غير كده اقطع ارمي، لانه اصلا هو منه لنفسه بمجرد انه هيلاقي لك بديل هيكرشك. اشوفك بخير الفيديو الجاي. اي حد عنده تعليق هيحتاج ان احنا نتكلم عليه زي كده وتبقى نوع من انواع الدردشة زي ما اتفقنا، هي دي قعدة المصطبة، يعني اي موضوع هنفتحه ونتكلم فيه باستفاضة براحتنا، يمكن الفيديو ما فيهوش مونتاج، فيعني ده دليل على ان احنا قاعدين مع بعضينا قعدة بسيطة جدا وقعدة سهلة. اي موضوع حابين نتكلم فيه انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله. اللي جاي هيكون موضوعات جميله جدا هنتكلم فيها وشيقه، وهتستدعي ان احنا نتكلم فيها كلام كتير. اتمنى ان احنا عددنا يكبر، التعليق بتاع مصطفى ده يبقى تعليقات كتير وان شاء الله هحاول ارد عليها كلها، والتعليق المميز ان شاء الله باذن الله هرد عليه بفيديو زي كده ده مستدعي موضوع. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.